الرحمن الرحيم. اليوم راح أسوي لكم مرقة بطاطا بس بدون لحمة. بناتي هيك يحبونها يردونها بدون لحمة أطيب. نسلق البطاطا بالأول. بس نسلق البطاطا. هذه مرقة البطاطا أنا أخليها بالثوم، جربتها بالبصل بس إحنا نحبها بالثوم، والبنات ما يحبونها باللحم. راح أسويها بس بالثوم ومعجون وطماطم، صلصة الطماطم. راح أقطعها بحسب الواحد اللي يحب شلون يقطعها، كبار صغار كيف الواحد. هاي تقطيعه تفيد. حتى الفاصوليا نحبها بدون لحم، مو شرط اللحم. اللحوم مرقة الشبزي لحم، البامية لحم، بس هذني نقدر نستغنى عن اللحم، أطيب بدونها حسب ما نحب. يعني هو الأكل مثل ما يقولون والطبخ أذواق، وذوقهم إنهم ما يحبون بيها اللحم، حسب ما يحب واحد. أنتم إذا تحبون اللحم سووا معاها لحم عظام ضلوع أي شي. ذيل البقر كلش طيب بالمروقات ذيل البقر كلش طيب، اللي يسموه باللغة المصرية عكاوي، احنا نسميه ذيل بقر، ما صار عكاوي. البنات يحبونها هواي المرقة البطاطا. أطيب تكون مسلوقة بالمرقة، مو إنها بس تقشروها وتقطعوها وتخلوها، لا، الأطيب مسلوقة. هسه خليتها على الطباخ، راح أشغل أخلي الزيت وأخلي الثوم أحمسها وحدها مع الثوم، وبخلال هذا لا راح أخلي الرز أطبخه. وأنا أسوي الرز بزل، أحبه بزل، راح أغسله وأخليه بالجدرية وأخليه على الطباخ لحد ما يحمس. هذا أنا حاطة التمن نسميه إحنا بالعراقي، راح أحرسها. هذه إذا تمردت، بس إذا ما تتمرد إنه ما مسويتها كثير، يصير مو قوي سليم. هذا الرز راح أخليه، خليت الرز وهذا بس راح أخليه مهزوم. واحد مني حوسه من في البنت باكلان
نسوت هذا البامية. هي تسوي تحمس من النار تجيب من النار، تسوي من النار تحطها، لا يتمرد كله. وهي البامية قوية بس مرجة في اللحم. وهذه ما تتمرد شوية، وأخلي صلصة الطماطم. بتحكك البطاطا تصير حكاكة. بعدين نخلي هذا، خليها تفور شوية. أكبر يخلونها إنه نسموها تكرب، إنه يعني تتسبك بيها، وبعدين ضيفوا لها ماء. لا أنا ما أحتاج، طريقتي إني شوية بس تفور أضيف لها ماء. أصلا هي تصير ضخينة من هذا صلصة الطماطم ثقيلة. من تفور أضيف لها ماء. لو تفور هسه أضيف لها ماء ثقيلة ما فيها. هذا عندي مرقة بسيطة وسهلة للمبتدئ. إذا عنده خبرة تريد وياها لحم، ما تريد وياها لحم، عادي كله ينوكل وكله طيب. أوريكم قامت تفور ما تتكسر شوي. ملح، راح أخلي ملح للمية. أحركها حتى لا تلزق الهامي، تنزل بالقعر. أنا حطيت قطعة الثوم مو كبار، صغرته شوية، بس اللي يحب إنه يسويه ببرشة أو ناعم براحته بعد حسب اللي يحب. قربت على الاستواء، حسب اللي تحبوه. هي مسلوقة، أتوقع إنه هذا كافي، ما أريد كلش ثخينة. بس راح أطفي عليها، كافي، بقبق كافي. نطفي
طبختنا. هذا الرز سويته بزل ونطفي المفرغة صوتها عالي. طلبات المشاهدين اليوم بنت نقول صبوا الرز وحد تمن وصبوا المرقة وحدها، ما تريد تنسوا اليوم. راح أصبها بواحد وحدة. خلصت صحن الرز، هسه أصب المرقة. هسه هذه المرقة يحبون هيجي بطاطا، هذه مسلوقة تسلقوها تصير أطيب من عندكم، بس تقشرون وتقطعون. المسلوقة أطيب بالمرقة، جربوها وشوفوا. اللي يريد يحب بيها لحم يسوي هاي بدون لحم، يحبونها بناتي ما يحبون بيها اللحم، اللي يحب بيها لحم يسوي. لا تنسونا من اللايك، اللي يحبها الفيديو خلينا لايك، واللي ما يحب الفيديو لا ينطينا لايك على راحته. سلامكم العافية إن شاء الله. شاركونا الفيديو للأحباب والأصدقاء. المرق النهائي والرز أو التمن، هذا مرقة بدون لحمة يحبونها بناتي. بطاطا مسلوقة، معجون صلصة الطماطم وثوم، احنا نحبها بالثوم ما نحبها بالبصل. جربتها بالبصل ما حبيناها. في مروقات ما يصير لهم بصل ثوم، مثلا احنا العراقيين البامية نسويها ثوم والبطاطا ثوم، مو كل الناس بس احنا الجنوب نسويها ثوم، والفاصوليا ثوم، الشبزي مرقة الشبزي أيضا ثوم. سلامكم العافية. لا تنسونا من اللايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس، ومشاركة الفيديو. شكرا جزيلا، مع تحياتي. بيت البنات معزول مرقة عن الرز تمن، وأنا هذا الصحن اللي مخلوط. أنا أحب هيك، كان بطاطا وغير بطاطا. سلامكم العافية إن شاء الله.